السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده. النهارده جايبه لكم فيديو جديد وهو الجزء الثاني من عروض جمله ماركت فتح الله. هنشوف مع بعض في الفيديو ده العروض الخاصه بالسلع الغذائيه واللحوم والفراخ والاسماك والمنظفات، فان شاء الله تستفادوا من الفيديو ده. وما تنسونيش كده في اللايك الحلو للفيديو وتنوروني بالاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتوش. ونبدا كده الجوله دي. كده اسعار السكر: سعر السكر ب 30 جنيه، سواء سكر روز جاردن او بهية او المكيال او الصقر، الكيلو فيه ب 30 جنيه. ودي كده اسعار الجبن: جبنه دومتي فيتا الكيلو ب144، وجبنه قريش الكرم الكيلو ب126، والجبنه الدمياطي الكيلو عليه عرض ب230، والجبنه البراميلي الكيلو ب155، والكريمه اللباني النباتي الكيلو ب120، وجبنه قريش الاصدقاء الكيلو ب130، والجبنه الدومتي الملح الخفيف الكيلو ب146، والجبنه الكيري الكيلو ب84، والجبنة البيضة الناشفة اللي بالفلفل الكيلو ب150، وجبنة قاتيلو ملح خفيف الكيلو عليه عرض ب178، والجبنة دومتي الطبيعي ملح خفيف الكيلو ب274، والجبنة الشيدر بالزيتون الكيلو ب108، والجبنة الدبل كريم الكيلو ب130، وجبنة لافيل الملح الخفيف الطبيعي الكيلو ب228، وجبنة فيتا الكرم الطبيعي عليها عرض الكيلو ب198، وجبنة كير بالقشطة الطبيعي عليها عرض الكيلو ب224، والموتزاريلا الكيلو ب158. ودي كده أسعار اللحوم الهندي: الكفتة أو السجق الكيلو ب280، والبفتيك الهندي الأمامي الكيلو ب299، ومكعبات اللحمة الكيلو ب290، والمفروم الكيلو ب280، والشاورما أو مكعبات اللحمة الخلفي الكيلو ب315، والروز بيف الكيلو ب315، والكبدة سواء الشرايح أو العصافيري الكيلو ب170، والزبدة الطبيعي البقري عليها عرض النص كيلو ب149، وجبنة جبنتي النص كيلو عليها عرض ب27، وجبنة المراعي النص كيلو ب46، وجبنة دومتي بلس النص كيلو عليها عرض ب38، والربع كيلو منها عليها عرض ب20 جنيه، وجبنة دومتي الطبيعي 450 جرام عليها عرض ب115 جنيه، وجبنة فيتا ديري بلس عليها عرض النص كيلو ب29 جنيه ونص، وجبنة باندا عليها عرض النص كيلو ب38 جنيه، وجبنة افانتي النص كيلو عليها عرض ب97، وجبنة رودس الطبيعي النص كيلو ب88، وجبنة لبنيتا المثلثات عليها عرض ال24 قطعة ب119 جنيه، وال48 قطعة عليها عرض ب237، وجبنة مثلثات أبو الولد عليها عرض ال16 قطعة ب59، وال32 قطعة ب105، واللبن البودرة عليه عرض ال250 جرام ب70 جنيه. ودي أسعار السمك: سمك البربون الكيلو ب460، والبلطي الكيلو ب100، والدنيس الكيلو ب390، والسبيط الكيلو ب520، والمرجان الكيلو ب200، والكابوريا الكيلو برضو ب200، والسردين الكيلو ب170، والمكرونة الكيلو ب200، وسمك لوط الكيلو ب250، والسمك البوري ب210، والأخطبوط الكيلو ب330، والسلمون الكيلو ب810. ودي أسعار الفراخ: الشيش الكيلو ب247، والفيليه الكيلو ب256، واللي وراك الكيلو ب119، واللي وراك المخلية الكيلو ب165، والدبابيس الكيلو ب156، والكبد والقوانص الكيلو ب114. ودي أسعار الفراخ المتبلة: اللي جناحة المتبلة الكيلو ب86، والفيليه بتتبيلة الباربيكيو أو الأعشاب الكيلو ب249، والتتبيلة العادية الكيلو ب260، والفرخة الكاملة المتبلة الكيلو ب151، والصدور اللي بالعظم الكيلو ب164، والشيش الكيلو ب222، والشاورما الكيلو ب249، والستريبس الكيلو ب217. ودي أسعار اللحوم البرازيلي: البفتيك البرازيلي الكيلو ب340، والمكعبات الكيلو ب330، والمفروم الكيلو ب299، والأصابع البرازيلي الكيلو ب410، والموزة سواء خلفي أو أمامي الكيلو ب330، والفخدة البتلو اللي بالعظم عليها عرض الكيلو عليه ربع كيلو هدية ب410.
وكيلو السجق او البرجر او الكفتة عليه عرض ب260. لو عايزين تجيبوا لحوم المجمدة فطبعا البرازيلي بتكون افضل من الهندي. والفخدة الضاني الكيلو ب480، والريش الضاني الكيلو ب435، والريش البتلو الكيلو ب450، والرقبة الضاني الكيلو ب480. ودي أسعار المنظفات. مسحوق باهي البودر ال4 كيلو وعليه نص كيلو هدية ب244، وال2 كيلو ونص وعليهم 300 جرام هدية ب159. وفلاش الأمريكي ده الإزازة دي ب64 جنيه، النوع ده حلو جدا. وأوكسي جل ال2 لتر ونص ب188. وبرسيل جل البلاك ال2 لتر ونص عليه عرض ب159. وبرسيل جل العادي ال3 لتر ب232. وتايد جل ال2 لتر وربع عليه عرض ب184. ومسحوق باهي الكيس ال310 جرام ب19 جنيه، والكيلو ونص منه ب88 جنيه، والكيس 410 جرام منه ب24 جنيه 75 قرش، والكيس ال525 جرام ب29 جنيه. ومسحوق روز جاردن ال800 جرام ب58 جنيه. وتايد الكيلو ب62 جنيه. وبرسيل الكيلو ونص ب93 جنيه. ودي كده كانت جولتي في جملة ماركت فتح الله. هسيب لكم الرابط بتاع الجزء الأول من العروض في التعليق المثبت، وكمان في صندوق الوصف لو حابين تشوفوا الفيديو. كمان كنت مصوره لكم العروض بتاعه عيد الاضحى في هايبر وكارفور. هسيب لكم الروابط في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت علشان لو حابين تشوفوا الاسعار وتشوفوا ايه الاوفر والانسب ليكم. وما تنسونيش كده في اللايك الحلو من ايديكم الحلوه والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله. واكتبوا لي في التعليقات لو حابين بعد كده ان انا اركز لكم في التصوير على قسم معين او على منتج معين. والى اللقاء في فيديو اخر، مع السلامه.